عن كمية الحقد والغل اللي شفته الصراحة. حاجة اخر قلة ادب بجد والله. هو ده اللي انا هقدر اقوله بجد. يعني يا ريت الناس كلها تتعاطف مع زاهية، مع حلمية. ده حلمية طالعة في البث بتقول انت امي مهما تعملي فيه، انت امي وانت امي وامي ومش امي. وشوف الام طالعة تقول ايه. يعني انا بستعجب والله العظيم على اللي انا بسمعه واللي انا بشوفه. يعني بنتك طالعة بتقولك انت امي وامي وبتتحلف بيكي ومهما يحصل انت امي والكلام ده. ليه ما تجيش مع الحق يا حاجة؟ ليه بنتك تقولك انت امي وانتش وانت في الناحية التانية تشتموها وتبهدلوها وتجيبوا ما فيها ومبهدلين بنتكوا خالص؟ ليه كده؟ ليه بنتك تطلع تقول انها بتاخد فلوس بتلم الزكا ومش الزكا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده بجد؟ انتوا بتطلعوا الكلام ده؟ انتوا فرحانين قوي بالكلام اللي انتوا بتقولوه؟ فرحانين انك انتوا بتفضحوا اختكم وتقولوا عليها بتاخد زكا ومش بتاخد زكا؟ انا هي حلمية مش محتاجة زكا. حلمية الحمد لله ربنا فتحها عليها والحمد لله. هي اي نعم جت لها الركنة هدية، تمام ماشي. هي بتقول حلمية من ساعة ما جت لها الركنة وهي اختها زاهية الغل ماسكها. ليه انت مش قادرة تجيبي؟ انت ما شاء الله بيتك يا زاهية احسن من بيت حلمية. ليه ان انا احاول ان انا اقطع في اختي، اكل في اختي؟ ليه؟ والله العظيم انا على اللي شفته ان بيتك انت يا حلمية احسن من، يعني احسن من زاهية يا دوبك اللي هي ابتدت. انا من رأيي ان زاهية يا جماعة، ان حلمية يا جماعة تتعلم وابنها يتعلم. وبصوا يعني ناس ابسط خلق الله، ابسط خلق الله. اتعلمي يا حلمية، انا بقولك اتعلمي وروحي ان شاء الله تتعلمي نحو الامية. المهم تعرفي تقرأي وتكتبي. القراءة والكتابة فوق كل اي حاجة عشان متحتاجيش لحد. وطارق ابنك نفس الحكاية. انا ما احبش اخش في خراب. ليه اخرب على بنت اختي؟ وليه اخرب على ده واوقع الناس في بعضها؟ ليه؟ بجد ام مصطفى الحاجة ام زاهية، بجد البث اللي انت عملتيه خلتينا كلنا الصراحة نتعاطف مع حلمية انا حاسة من البداية وهي حلمية اصلا مظلومة. فحرام حرام ما تفرقيش بين عيالك، ما تفرقيش بين عيالك. حاولي تضمي عيالك في حضنك. الاخوة في الدنيا مش في الاخرة. بجد انا بستعجب على اللي بشوفه. مش قادرة. بصوا وكانت مطلعة منشور من شوية زاهية، بس المنشور مسح